السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم حنديروا التكمله تاع الحجاب تاع المره اللي فاتت. ان شاء الله تكونوا فهمتوا التفصيل نتاعو. بون اول حاجه نديروها راح نخيطوا الكتاف، نحطوا الكتف على الكتف، يعني وجه القماش على وجه القماش، ونخيطوا هكذا على 1 سنتيمتر. هنا الكتف شفتوه كيفاش جاي كبير، على خاطر احنا عندنا الفتحه اللي درناها مع فتحه الرقبه 21 سنتيم، وزدنا لها 15 سنتيم تاع هبوط الكتف، هذاك اللي يجي باش يجي هابط، باش ما نديروش فتحه الابط. كي ما نديروش فتحه الابط، هذيك الهبطه كل واحد قداش يهبطها، كاين يهبط 12 10، كل واحد كيف يهبط. هذا الموديل نهبطوا فيه 15. راح نخيطوا الكتاف كما راكم تشوفوا. اللي ما تفهمش اي حاجه وتحب يعني كما نقولوا شرح دقيق، تقدر تخلي لي برك كومنتير، راح نجاوبها. الفيديو السابق كنت حطيته يعني زربت حطيته ديريكتومون، هزيتو كيما راهو من تيك توك، حطيته لكم هكا، ما انتظرتش انكم تكونوا مهتمين. كما راكم تشوفوا دركا بعد ما خيطنا الكتاف راح نروحوا للرقبه. الرقبه ما حبيتش ندير السجاف، بغيتها تكون للمبتدئات تجيهم سهله، كون ندير السجاف ونخلطهم. دونك درتها غير هكا كفه، تكفوا عادي زوج طبقات تاع 1 سنتيمتر، وتخيطوا وتدوروا عليها كامله، برك ما تجبدوش القماش. شوفوا ديما حطوا الجهه تاع الامام ولا تاع اللورا ديروها يعني ورا الماشينه، والاخرى القدام. علاه؟ باش ما يجيكمش تقل منا. شتو كي يولي القماش كامل ثقيل على جهتكم، اوتوماتيكمون راح تتجبد الرقبه، فهمتوا؟ تقول كل يجي لهنا للجنب، دونك راح تتجبد لكم الرقبه. ديما حاولوا تدوروا القماش تاعكم وانتم تخدموا. كاين بزاف اللي سقساوني على نوع القماش. شوفوا البنات، هو الموديل يتخدم بلاكوت بيرفوري، بصح هذا اللي راني مديرته انايا تاع قماش كان عندي برك ما باش نوريلكم الموديل. هذا فلوغ عادي، بصح هو يتخدم بلاكوت بيرفوري. كاينه اللي دير تاع 80,000، هي هذيك اللي راهي في لافوطو، وكاينه اللي اخشن منها تجي بزاف واقفه، هذيك دير 100,000 يجي قماشها واقف. الحاجه المليحه في هذا الحجاب هو انكم كي تلبسوه وحده ماهوش هذاك القماش اللي يلصق. بعدا لا كان درتو تاع 100,000، شوفوا يجي واقف صح، يعني تلبسيه اليز مع كاشني برك وسي بون. هنا كملنا الرقبه نتاعنا. بون البنات اللي تحب تسرع الفيديو تسرعوا، ديباسي هذوك الامور، انا نحب نخليهم. كاين مبتدئات ما يعرفوش ما يتحكموا في القماش في الماشينه، على هذه نخليها. هنا نجيبوا هذاك المونش اللي كنا فصلناه من قبل، الجهه اللي من الفوق ماشي اللي من تحت، اللي من فوق، نعينوا المنتصف تاعها، نكرونطيو هكا بالمقص باش يبقى لكم يعني تبقى لكم الاطراس هذيك، تعرفوا وين تحطوا وين تخيطوا. تروحوا للكتف هذاك اللي خيطوه، وين هذيك الخياطه بعد لتما نحطوا هذيك المره اللي درناها كي كرونطينا المونش، ونديروا لوجه القماش على وجه القماش هكذا، نحكموا بابانغل لتما، ومن بعد كده نروحوا نخيطوها. هذا اللي رانا نخيطوا فيه راه هو كي المونش في الجهه هذيك اللي في بلاصه الابط، في الهبطه هذيك. دوك تبان لكم الحله اللي تحت الابط، دوك تبان لكم هذه التقويسه هنا، تحبسوا سما هنا راهو مونش، ها نخيطوه منا، وزيدوا نروحوا للجهه اللي من هين، راح نديروا نفس العمليه ونخيطوا على 1 سنتيمتر. هاد لو موديل يتقدر يتلبس باسكو تيسو تاعو خشين، ما يتلبسش افيك اون فيست، ولا يتلبس مع كيما لكن شفتو اللي متبعيني في الانستغرام فيسبوك، لو موديل اللي درتو تاع البيري ولو شال هذاك اللي يجي كروازي، هذا يجي روعه معاه. يلا هنايا شوفوا بعد ما خيطنا. البنات تقدروا تخليوا لي في لي كومونتير اسكو تحبوا نشرح لكم كيما هكا، ولا تحبوا نطلق لكم الفيديو ديريكتومون هكذا بالكتيبه برك وانتم تتبعوا عليه كيما تحبوا. دوك كل واحد واش يفضل. هنا جبنا شوفوا الجهه السفليه تاع المونش، هاو المونش اللي من الفوق هذاك اللي راه مخيط، جبنا الجهه السفليه نتاعو، ها هي كي تروحوا تفصلوا عليها طرف تاع قماش نفس، شوفوا ها قد من الفوق، بصح العرض هذا هو 33 سنتيمتر. 33 سنتيمتر هذه متغيره، هذه حسب العرض تاع هذيك التطبيقه اللي تجي لتحت كما بغيتوها. هي 33 سنتيمتر، كنت تشوفوهم في اخر الفيديو كيف خرجت. عجبتكم اللهم بارك، ما عجبتكمش زيدوا، فهمتوا؟ بصح هكا راح تديو 2 مترات، راح تديو 2 مترات وشويه في القماش، باسكو القماش هو جاي جوست 2 مترات. هنايا شوفوها خيطت منه من على 1 سنتيمتر، نقلبوها
نحددو. بعد ما نحدو، شوفوا البنات، شتي هذيك الفوق، هذيك اللي الفوق انا خيطتها. نعت لكم طريقه شغل باش تخيطوها، باش كي تجيو تلصقوها في المونش شغل ما يبعد لكمش القماش على بعضاه وتتعوج لكم الخياطه. حدوها كيما هكذا، من بعد روحوا خيطوها. خيطتها من الفوق، ديك خياطه جوست باش نحكمها برك، ماشي مهمه. تقدروا ما ديروهاش، اللي تقدر تتحكم مليح في الخياطه تاعها ما تقدر ما ديرهاش. شوفوا من بعد هنا المونش هذاك نطبقوه، نروحوا للجهه السفليه، اكيد هي راح نخدموا فيها. نديروا هكا اون مارك بالطباشير، هذه نحتاجوها من بعد باش نركبوا فيها هذاك الطرف اللي درناه. بون درك نروحوا نقفلوا ديريكت. شوفوا اقفلوا المونش مع الجناب، نقفلوا كلش، نقفلوا ندوروا مع هذيك التدويره اللي تحت الابيط ونهبطوا حتى لتحت، والجهه اللي من هين تاني. هنا ها كنت تشوفوا بعد ما خيطنا واش نديروا، راح نروحوا نقلبوا لاغوب تاعنا، نقلبوها كومبليتوم. راح نخدموا على الجهه الصحيحه تاع الحجاب تاعنا. هنا بعد ما قلبناه نروحوا نجيبوا هذيك وين درنا المره هذيك تاعنا بالطباشير، هي اللي راح نحطوا فيها هذه الجهه المفتوحه، لانه الفتحه نتاع هذه تاع العفسه هذه اللي من تحت اي جايه من الكتف، شغل جايه من جهه الكتف. دونك راح نديروها هكا ونروحوا نخيطوا. اذا عندكم سورجيو باسكو هذه تبقى تبان وتبقى تشرشب. اذا ما عندكمش سورجي راح ندير لكم طريقه الكفه، او ولا تقدروا ديروا الطريقه الانجليزيه. المهم هذا الحجاب راهو يلبس حتى 44 ماشي فور 44 عاديه يقدر يلبسها، وما يجيش لارج بزاف، بصح 42 40 38 تجيهم هايله كيما لا فوتو. هذه هي لي طاي الكبار راح يديو كتر قماش، وراح تتبدل طريقه الفصاله وطريقه كيفاه نطبقوا القماش، نعاودوا نبدلوها خلاص. اذا كاين اللي راهم مهتمين بلي طاي الكبار يخليوا لي تعليق، راح نديرها لكم على الورق فقط. وبالنسبه للسواعد، انه الموديل هذا فيه سواعد، انا راح ندير الفيديو تاع السواعد ونحطه لكم هنا في القناه. هذا هو الحجاب تاعنا، شوفوا لا فينيسيون تاعو يخرج بزاف هايل. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه تاعي، اكيد راح تخرج لكم هك بعد.